السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في تحفيل التحفيل. حابب ابدا كلامي بس بنقطه مهمه قوي ما حدش يعرفها. الراعي الرسمي لنادي الزمالك شركه النيل للتطوير العقاري. انا اعتقد والله اعلم، يعني حد فاكر مؤتمر سياده الرئيس السيسي لما كان في مشاكل بسبب الشركات القائمه على الانشاءات والكلام ده في البلد، فنده قال فين الحاج سعيد؟ ساعتها كان سياده الوزير كامل الوزير من ضمن الاسامي الشركات اللي بيقولها تقريبا والله اعلم، يعني قال في مشروع وده خدته شركه النيل. فسياده الرئيس السيسي ضحك، فراح رد عليه كامل الوزير قال له لازم اشغل شركتي يا ريس. فاعتقد الراعي الرسمي لنادي الزمالك بعد ما ملقاش راعي رسمي، الزمالك ملقاش راعي رسمي ياخده، كان شركه النيل تقريبا الشريك او المالك فيها سياده كامل الوزير، الميوله زملكاويه اساسيه، وهو اللي ورا نادي الزمالك مع انه نادي مديون ومفلس وحالته تصعب على اي حد. الزمالك بدون منشطات والاهلي بشويه العاهات تشتعل منافسه الدوري. الاهلي ضيع فرصه لتوسعه الفارق بينه وبين الزمالك المنافس الاقرب، ولو انه هو مركز ثالث، فدي نقطه صعبه قوي. يعني انا مش فاهم بصراحه بشويه العيال الموجودين، قفشه والشحات وشريف نازل يقع طول الماتش، حاجه غريبه جدا. قفشه يعني ما بقاش في ثقه، ما بقاش في لعب، انت مش لعيب كبير، دي مش مواصفات لعيب كبير ان انت تبقى بالانفراد دوت وتبصيها عشان تخلص منها. دي حاجه سيئه جدا، لدرجه انا مش بلوم حسين الشحات في حاجه، حسين الشحات فوجئ ان الكره عنده فراح مباصي غلط. يعني الاهلي سيء جدا في الحاجات ديت. ما عندناش اللعيبه اللي هي عندها مسؤوليه الاهلي بقدر الاهلي. فين اسم الاهلي؟ اللعيبه دي لا تفقه شيء عن الاهلي. اللعيبه دي مش قد المسؤوليه، ما تقدرش تتحمل مسؤوليه الاهلي بقيمته بحجمه ببطولاته. الموضوع صعب قوي. فقفشه انا هفضل اقولها طول ما هو بيبدا الماتش، في حاجه غلط في الكوره، في حاجه غلط في الملعب، باصات غريبه، رفعات مش مظبوطه، يعني تقلع الفالنه تحطها فوق راسك تعتذر للجمهور. انا بقول الكلام ده من زمان، يعني انا بقوله من زمان. فغريبه جدا، غريبه الانفراد ده يضيع الحاجات دي. طبعا مع عوامل خارجيه مهمه جدا، الحكم الاسماعيلاوي اللي قاصد يضيع الاهلي، اللي قاصد ببصته على 3 لعيبه رايحين يعترضوا فيدي انذار لمحمد محمود لمحمود متولي. فيعني غريبه جدا انذار محمود متولي يعني. فالوضع غريب. الزمالك بدون منشطات، وضع غريب جدا. الاغرب من كده ان مذيع قناه رسمي طارق يحيى بيسال عضو مجلس اداره رسمي جمال عبد الحميد هو ايه اللي اتغير في الزمالك؟ ايه اللي سبب تراجع مستوى الزمالك؟ وده يعني جاي بعد قصه لجنه المنشطات وقصه اللعيبه اللي بتشرب مخدرات او بتشرب حاجات ممنوعه. فالموضوع غريب جدا، يعني هو جاي بعديها، فدي نقطه صعبه يعني. فتخيل السؤال ده بيتسال على قناه الزمالك، ويتدخل في مكالمه رئيس نادي الزمالك سياده المستشار مرتضى منصور وبيتسال نفس السؤال. فده غريب جدا، يعني قناه غريبه، اداره غريبه، صحفيين اغرب من بعض، مذيعين في الضلاله. اما موضوع بيراميدز فخلينا الاسماعيلي الاول. فانت عندك الاسماعيلي سبحان الله، يعني انت عندك لاعب، عندك الحكم اسماعيلاوي واذى الاهلي في المباراه ديت، والناس تقول لك اصل التحكيم مش تحكيم والاهلي ليه بيعيط. يعني احنا عندنا اخطاء واضحه، باينه قوي، يعني احنا اخطاء التحكيم معانا واضحه. فالحكم نيته وسواده ان هو يأذي الاهلي بلعيب هيتوقف في ماتش اللي جاي، ماتش القمه، بقصد. فغريبه جدا. ضربه جزاء قفشه، انا اعتقد ضربه جزاء بغض النظر عن اي محلل، يعني انت طالع خابط اللاعب معوره، فدي غريبه جدا. تخيل ان قفشه يعني الاهلي ضايع منه 8 نقط في الدوري، فيهم 4 بسبب قفشه، يعني فيهم 4 نقط بسبب قفشه. فحكم الاسماعيلي ربنا يردها له في الفريق الاسماعيلي. الماتش اللي بعديه مع المقاولين يخسر 3-1. الاسماعيلي اخر الدوري وهبوط، وهيفضل شمعتهم الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه. اما بقصه بيراميدز وحوار بيراميدز فباي باي بيراميدز، اهلا بالاسيوطي.
بيراميدز مع السلامه، المشاكل اللي حصلت من سالم الشمسي، يعني صدور البيانات دلوقتي والاعتراض على التحكيم وغيره وغيره، يعني ملخص بيان كبير قوي اختصره لكم بسيط قوي، ان انا مش عارف اخد بطولات، ان انا مش عارف انافس. يقول لك وصيف الدوري، وصيف الدوري ايه؟ يعني ايا كان هو اي وصيف خلاص بقى ليه مركز، واي واحد هياخد دوري مره ولا اتنين بقى ليه مركز وبقى ليه قيمه، يعني الموضوع غريب قوي. فهو بيعيط دلوقتي عشان خلاص ما بقاش فيه دخل، مش عارف يستثمر، الله اعلم ده غسيل اموال، نادي قام على كده النساء، فالموضوع غريب قوي. فبيراميدز مش قادر يكمل، خلاص المصاريف والفلوس غاليه، واللعيبه هتتسرح. فمع السلامه بيراميدز، اهلا بالاسيوطي مره ثانيه، اهلا بابراهيم عادل الاهلاوي الجميل، ان شاء الله ان شاء الله ناخده، فدي مهمه قوي. نتمنى الفتره الجايه كل الاوضاع تتصلح وكله ياخد مكانه والاهلي ياخد قيمته، واحنا في انتظار الاهلي في لقاء القمه اهلي وزمالك، وان شاء الله في انتظار الاهلي في كاس العالم للانديه. السلام عليكم.